وقفت الميس في نص الفصل تقول لهم انا بحبكم كلكم جدا، بس من جواها بتقول ما عدا ولد كده كان دايما مش نظيف ومتبهدل وسرحان ومهمل ومش بيعمل الواجبات، كانت مش بتحبه وبتعلم له غلط بالقلم الاحمر في ورقته وبتكتب له كده من فوق بخط كبير راسب. مستواه كان منخفض جدا، لغايه ما في يوم شافت التقارير السابقه عن الطفل ده، لقيت معلم الصف الاول كاتب عنه انه طفل موهوب وذكي ومنظم، معلم الصف الثاني كاتب عنه انه طفل محبوب وشاطر بس منزعج لان والدته جالها سرطان، معلم الصف الثالث كتب اتأثر جدا بوفاة والدته وانه لو باباه ما اهتمش بيه مستواه هينخفض جدا، معلم الصف الرابع كاتب عنه انه منطوي وما عندوش رغبة في الدراسة وما عندوش اصحاب. ساعتها المعلمة دي اتصدمت واتكسفت من نفسها وعرفت المشكلة ان الولد دوت بيعاني منها. تاني يوم لقيت الاطفال كانوا جايبين لها كل واحد جايب لها هدية، بتفتح هدية الطفل ده لقيته جايب لها عقد يدوي من الأحجار وإزازة عطر ناقصة ما كانتش كاملة، فالأطفال كلهم قعدوا يضحكوا على الهدية. فالمعلمة لبست العقد وشكرت الطفل جدا وقامت أخدت العطر كده وحطت منه على هدومها. قامت لقت الطفل بيقول لها انتي النهاردة ريحتك عاملة زي ريحة أمي. المعلمة انفجرت من البكاء لأن الطفل ده جايب لها العطر اللي أمه كانت بتستعمله قبل وفاتها. بدأت المعلمة تهتم بالطفل ده جدا وبدأ مستواه يتحسن وبقى متميز، ولقيت الولد كاتب لها في مذكرة في آخر السنة انت أفضل معلمة قابلتها في حياتي. ردت عليه وكتبت له انت علمتني ازاي أكون معلمة جيدة. بعد سنوات كتير جه للمعلمة دي دعوة لحضور حفل تخرج من كلية الطب، كان الطفل ده هو اللي بيتخرج من كلية الطب وهو الآن من أشهر دكاترة علاج السرطان في العالم.